السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في قناتكم وصفات حنان مع وصفة جديدة. اليوم إن شاء الله فيديو للناس المحبين والعشاق النكهة ديال الحامض. اليوم غادي نقدم لكم كيكة الحامض اللي كتجي معلكة من الداخل، مهوية جديدة روعة في المذاق. نتمنى تنال الإعجاب ديالكم إن شاء الله وتجربوها، وكذلك غادي نشارك معكم بعض أسرار أو لا أسرار نجاح الكيك، فخليكم معايا باش تشوفوا مقادير وطريقه التحضير. لتحضير الكيك الحامض غادي نحتاجو 4 ديال البيضات اللي خاصو يكونوا على حراره المطبخ. غادي نضيفو معلقه صغيره من قشره ديال الحامض، سواء الحامض الاخضر او الحامض الاصفر. غادي نضيفو كيس من سكر منسم بالفانيلا، تقدروا تستغنيو عليه. وغادي نضيف كاس العنبه من سكر حبيبات او لا سكر سنيده، وغادي نخلط مزيان بالخلاط او لا الطراب اليدوي، او لا تقدروا تستعملوا الطراب الكهربائي او لا كاس ديال الخلاط حتى ينسجموا المكونات مزيان. غادي نضيف قبيصه ديال الملحه، وغادي نضيف نصف كاس من عصير الحامض. غادي نكمل بالماء، يعني نص كاس الحامض غادي نزيد عليه الماء باش يكمل الكاس. وغادي نضيف كذلك كاس من ياغورت بنكهه الفانيلا اللي من وزن 110 غرام. فالنكهه ديال الفانيلا كتواتى مزيان مع الحامض. تقدروا تستعملوا ياغورت طبيعي بدون نكهه. من بين اسرار نجاح الكيك خاص كاع المكونات باش غادي نخدموا الكيك خاص يكونوا على حراره المطبخ. هنايا ضفت زيت نباتيه، يعني كاس لاروب كاس ما عمرش. غادي نضيفو تدريجيا مع التحريك. وغادي نضيف الدقيق، يعني غادي نضيف دابا الكاس الاول. من بين ايضا نصائح او اسرار نجاح الكيك خاص يكون دقيق مغربل ما بين 2 المرات حتى 3 المرات. انا فايت لي يعني غربلته دابا ثاني مره. صافي ضفت الكاس الاول، غادي نخلط مزيان. من بعد غادي نضيف كاس ثاني، غادي نضيف نصف كاس اخر، يعني 2 كيسان ونص. وغادي نضيف كيسين من خميره الحلويات اولا 2 خمارات من وزن 7 غرام، يعني 14 غرام. وغادي نستمر في التحريك. كيفاش نعرفوا ان الكيك يعني راه يعني يدخلوا القياس ديالو ديال الدقيق؟ كنهزو الخليط، الا بان لكم كيتكسر عرفوا ان راه باقي خاصو الدقيق، اولا كتكتبوا 8 الا نزلات دغيا عرفوا ان راه باقي خاصو الدقيق. انا هنايا كيتكسر العجين شويه، غادي نضيف نصف كاس، يعني تقريبا عندي 3 الكؤوس من العنبه ديال الدقيق على حسب النوعيه. نتوما غتعرفوا بالطريقه اللي قلت لكم دابا انك تهزوا الخليط ديال الكيك. الا بان لكم يعني هكا ما كيتكسرش عرفوا ان راه بارك عليه، اولا كتكتبوا رقم 8. هنا المول دهنته بالزبده ورشيت عليه الدقيق. طريقه اخرى، نصيحه اخرى، ديروا في المجمد من بعد قبل ما تصاوبوا الكيك. من بعد عاد تخويو الخليط في المول ديالكم، فبكل سهوله كينزل الكيك تيتحيد من القالب ديالو، يعني ما كيتكسر ما كيلصقش. من بعد غادي ندخلوه للفران اللي بارد، كنشعلوا الحراره من الاسفل حتى يتنفخ. من بعد نشعلوا من الفوق. بعد ما نخرجوها تنقلبوها بهذا الشكل كما كتشوفوا، راه كتحيد بكل سهوله ما كتلصقش. الا بغيتو ديروها كبيره فانا هنا درت كيكه صغيره، غادي ديروا 6 ديال البيضات، وغادي ديروا 2 ياغورت طبيعي وكاس ونص من السكر و3 ديال الخمارات باش تحصلوا على كيك كبير. الا بغيتو انني نشارك معكم يعني نبدا معكم سلسله من الكيكات، خليها ليا في التعليق، وان شاء الله غادي نشارك معكم كيكات اخرى باحجام اللي يكونوا كبارين واحجام اللي يكونوا هكا مختلفين. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك. زينته بالخطوط من الشوكولاته البيضاء ورشيت عليه قشره ديال الحامض من الفوق. التزيين كيبقى على حسب الذوق. انا غادي نقطعها لكم باش تشوفوها من الداخل كيفاش كتجي. راه كتجي مهويه. تبعوا غير النصائح وان شاء الله غادي تنجح معكم الكيكه من اول تجربه.
هانتوما الكيك كيجي مهوي من الداخل وكيجي رائع جدا في المذاق. نتمنى انكم تجربوه ويعجبكم ان شاء الله. فهاد الكيك كنهديه الام ديالي لان عزيز عليا الكيك ديال حامض، وهاد الطريقه هذه من طريقه ديال الوالده، فالله يحفظها ليا والله يحفظ لكم والديكم. وشكرا لكم على المشاهده. وكما سبق لي قلت لكم الا بغيتو نشارك معكم كيكات اخرى باحجام مختلفه بغيتو نديروها معكم ان شاء الله كبيره، خليوها لي في التعليق وان شاء الله غادي نلبي لكم الطلب. شكرا لكم، الى اللقاء.